هو في حاجة اسمها أب توكسيك وأم توكسيك؟ في. هما الأب والأم اللي بيتعاملوا بطريقة سلبية مع أولادهم بتسبب لهم أضرار نفسية وأضرار صحية وأضرار بتأثر على نموهم سواء العقلي أو العاطفي، وممكن تسبب لهم إحساس بالكره وكمان إحساس بالذل وإحساس بانعدام تقدير الذات وكرهها أحيانا وجلدها. ما تيجوا نتعرف كده على صفات الأب أو الأم التوكسيك. رقم 1، بينتقدوا أولادهم باستمرار وما بيقدروش أبدا إنجازاتهم أو جهودهم. رقم 2، بيفرضوا آرائهم على أولادهم ما بيحترموش أبدا رغباتهم. رقم 3، بيستغلوا أولادهم ماديا وجنسيا وعاطفيا وجسديا. رابع وأخطر حاجة، بيستخدموا التهديد والابتزاز والعقاب الجسدي واللفظي لإجبار أولادهم على الطاعة. خامس حاجة، بيسببوا الصراعات والكراهية بين أفراد الأسرة وما بيخلقوش جو من الانسجام والمحبة. طب لو أنا أبويا أو أمي توكسيك أتصرف إزاي؟ كل احترام، حط حدود واضحة معاهم وبلغهم ان في سلوكيات انت مش قابلها ومش هتتقبلها. احترم نفسك وثق بقدراتك وما تسمحش لكلامهم السلبي يأثر عليك، ودايما خليك متأكد ان اهانتهم ليك ما بتعبرش عنك. دور على مصادر الدعم الإيجابية في حياتك وامسك فيها سواء كان أصدقاء أو أقارب، ولو فشلت كل ده دور على مهارتك وامسك فيها وطورها. ده هيزود من ثقتك في نفسك ومش هيخليك تستنى الثناء من حد من أهلك. بكل احترام وهدوء خد قرارات لمصلحتك انت وما تخضعش أبدا لضغوطاتهم. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات تحبوا ان انا اتكلم فيه، انا هقراها بنفسي.